الوسواسي، هل أنت كنت نائب سابق، هل ترى أن الكتلة الإسلامية كان يجب يعني أن يؤخذ منها أكبر عدد من الوزراء، بدأت تكون حكومة ذات أغلبية برلمانية وتكون يعني متفقة، أو أن أي مشروع تنمو أول شيء أنا هذا حتى الاسم سيلقى قبولا؟ ما أحب أقول الاسم هذا الكتلة الإسلامية. أنا أقول السلف والإخوان والمستقلون من ذوي التوجهات الإسلامية المحافظة. نعم. نحن كلنا مسلمين، وهذه المصطلحات يعني أنا حتى ما أحب ما أرددها، يعني دعني أسجل هذا الموقف لي ولنفسي. يعني نحن كلنا مسلمين. كون أن الإخوان كان لهم سلف والسلف كان لهم وزير والإخوان كان لهم وزير، هذه حقيقة للتاريخ موجودة في الوزارة، بعضهم استقال بعضهم استمر حتى الساعة حتى هذه اللحظة موجود فقط واحد، محمد العلي. طيب أنت اللي جبت، أنا ما قلت، أنت اللي قلت. لكن الكتلة فيها 17 نائب بس وزير. ما هي 17 نائب، 17 نائب في استجواب مقدمة أحد أعضاء الكتلة كان لكلهم من موقفه. لا، ما هذه كتل تتجمع في فترة من فترات على قضية محددة، قضية الرئاسة، انتخابات اللجان، غيره. التجربة أثبتت عكس ذلك، أن في قضايا معينة الكتلة تتبعثر كل حسب توجهاته اللي مقتنع منها، ولا أريد أن أقول حسب مصالحه، راح أقول حسب توجهاته، راح ألطفها، أضع لها مكياج سياسي، وهذا يعني معروف عند الناس كلها. بس أهل الكويت أذكياء ويعرفون تماما، وأنا أقول النواب ليسوا ملاكة في النهاية. أنا واحد منهم، كنت واحد منهم، وفي مصالح تكون مثل معرفة، توجهات، غيره، تأثير عاطفي، تأثير انتخابي، دائرتك الانتخابية. نعم. هذا كله موجود. لكن المصلحة العامة نعم. إذا ما تتقدم، وخاصة في المجلس الجاي، هذا مجلس تحولات كبيرة بالكويت، هذا مجلس في رأيي الشخصي ما راح يمثل مجلس الأمة، راح يمثل نعم. مجلس النخبة. نعم. اسألني ليش وأنا أجاوبك. نعم. لكن قبل أن نقول مجلس نخبة، هل الخوف من وجود حكومة إسلامية وبالتالي سنشاهد أسلمة القوانين؟ كل أهل الكويت مسلمين، ولا في حكومة إسلامية ولا. إذن هل أنت مع تغيير المادة الثانية بالدستور؟ أنت تقفز لي 4 أسئلة وأنا ما أستطيع أن أرد على سؤال منهم. لا يعني أنت قاعد تخرج عن الموضوع. أنا في سؤال محدد. هل تأيد حكومة إسلامية؟ حكومة إسلامية وبالتالي أسلمت القوانين؟ أنا مع أسلمت القوانين، ومع ان ما يكون في تقريب للمجتمع والمحافظه على هويته ومن الغزو الثقافي اللي عليه، لان هذه مصلحه بلدي من وجهه نظري. نعم. اذا حصلت على ثقه الناس، هذه توجهات الناس. اذا راي اخر حقه، هذه هي الديمقراطيه، راي وراي اخر. بس انا اريد ان اقول لك شيء، نحن لا نحتاج حكومه الا ان تكون حكومه رجال دوله، حكومه بنت المؤسسات، البنيه التحتيه اليوم بالكويت، القطاع الصحي، التربوي، غيره، التامينات، كلها حكومات سابقه سوتها، نحن قاعد نمشي على اثرها. مع الأسف البلد قاعد تنهار في كل القطاعات، الكويتيين ما يلقون وظائف، أسواق بالكويت الكويتي ما يقدر يشتغل فيها، مسيطرين عليها جاليات